أنا اليوم موجودة بمتحف قطر الوطني، وراح أخذكم بجولة لفرجيكم على المعروضات بقلب هيدا المتحف اللي بتروي قصة قطر بين الماضي والحاضر. متحف قطر الوطني تم افتتاحه في 29/3/2019. المتحف اللي انتم شايفينه من تصميم مصمم المعماري المشهور الفرنسي جان نوفيل. فيه طبعا اللي هو المبنى الرئيسي اللي هو القصر الحكم السابق اللي هو القصر القديم بنسميه او الاولد بالاس، وحواليه المبنى اللي انتم شايفينه هلا اللي احنا فيه اللي اسمه ديزرت روز او زهرة الصحراء. هاي عبارة عن تصميم النموذجي او اللي هو النموذج اللي على اساسه استلهم جان نوفيل تصميم المتحف. المتحف فيه جيفت شوب، عندنا صالتين او 3 صالات عرض مؤقتة، وفي عندنا 13 صالة عرض دائمة. طبعا بتتكلم عن تاريخ قطر من ما قبل التاريخ الى العصر الحاضر، مرورا بكل التغيرات اللي صارت. بأول صالة عرض من الصالات الدائمة. احنا نتكلم هلا عن صالة رقم 1 أو قاعة العرض رقم 1، فيها تكوين جيولوجي لقطر، قطر ما قبل التاريخ لحد ما تكونت، وبعدين ننتقل للمكونات الحيوانية أو اللي هي الحيوانات والأحياء اللي موجودة في بر وبحر قطر. هون بصالة العرض الثالثة بنتكلم عن قطر لما بلش العصر الحجري واعتماد الإنسان على أنه يصنع الآلات تبعته. في القاعة رقم 4 نتكلم عن حياة قطر بالشتاء والصيف. طبعا من المعلوم أنه أهل قطر في منهم كان ناس بيعيشوا بالبر وفي ناس بيعيشوا على ضفاف البحر. شوفوا أنه كيف حياة القطريين في البر، ونتكلم عن البر يعني المنطقة اللي فيهم الناس البدو اللي بيستخدموا الحيوانات بالتنقل، وكمان اللي هم بيعيشوا بالخيام. حياة قطر أو القطريين على الساحل مثل ما قلت لك إنه بتعتمد على صيد الأسماك والتجارة، وكمان الغوص على اللؤلؤ. إحنا هلأ في جاليريا رقم 7 اللي هو بيتكلم عن الحياة السياسية أو دور قطر في الصراعات اللي كانت تصير بين القوى اللي بتحاول تتحكم بالمنطقة. أهم الأشياء اللي كانت بتميز قطر هي استخراج اللؤلؤ وتجارتها. من بعد انهيار هيدي التجارة انتقلوا من بعد ما الله أنعم عليهم إلى تجارة النفط، مثل ما عم نشوف هلأ من اللؤلؤ إلى النفط. بعد ما صدرت أول شحنة من البترول الخام ب 1949 من قطر، بلشت العائدات ترجع لقطر. بعد استثمار عائدات النفط والغاز تحولت مدينة الدوحة من مدينة صغيرة لمدينة عمرانية وواجهة ثقافية كبيرة تاريخية وسياحية بقلب قطر. آخر صالات العرض بمتحف قطر الوطني هي صالة بيحكوا فيها عن حصار اللي صار على قطر سنة 2017، وخلونا نشوف. هون بنكون وصلنا لنهاية جولتنا بمتحف قطر الوطني، متحف رائع بقلبه معروضات كتير حلوة. بنصح كل حدا موجود بقطر يجي يزور.